السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم اليوم شليضات بلديين هكا ترافقوا مع الدجاج او اللحم. عندي هنا رجلة اللي غنغسلها مزيان من التراب. غسلوها مزيان تيكونوا فيها دوك تيكون فيها التراب، تيكون فيها دوك الدويدات الخضر اللي دايرين بحال دودات القز، وهما تيكونوا هكا بزاف. الخضره اللي تتكون مغطيه بحال القوق، بحال هكا الرجله البقوله، تيكونوا بزاف فيها، يعني خصها تغسل مزيان. المهم غسلتها وخليتها تقطر. غادي ناخذ خيزو اللي نجرتو، نقطعوه هكا طروش باش نسلقو حتى هو، نديرو مشرمل. درت هنا شويه د المليحه، دابا الحال سخون. كنبغيو هكا شليضات. تقدروا تاكلوا هاد الرجله غير هكا بوحدها، او لا كما قلت لكم ترافقوها مع الحوت ولا الدجاج ولا اللحم. الرجله ديالي غنديرها تفور، وغادي ندير فيها الثومه من الوسط، ونعمر عليها الاخرى النصف الاخر، ونخليها تفور هكا. ما كتكونش عامره بالماء كما بغيتو ديروا. لا بغيتو ديروا فيها الماء وديروها تسلق كطيب حتى هكا كطيب. الا كانت صغيره وما ديروش ليها دوك العواد الكبار الغلاظ بحال هادو، بحال الطريفات الغلاظ. المهم الثومه انا نديرها تفور حتى هي معاها. عندي الفلفله هنايا، بغيتو ديروا الفلافل كلهم الملونين، حمراء خضراء صفراء، كيجيو زوينين. انا عندي هنايا غير الخضراء. عندي القزبور معدنوس والثومه اللي غندقهم مع الملحه. الرجله ديروها ناقصه بالحال لان هي غنيه بالاملاح المعدنيه فكتكون مالحه. هاد الثومه والقزبر معدنوس غادي ندير في الخيزو في الجزر، وغادي ندير في الفلافل. الفلفله ديالي غادي نديرها في ميكا بلاستيك باش دغيا تحيد ليا ليها الجلده، ونسد عليها. هنا القزبر ومعدنوس والثومه درت صفيت الخيزو من الماء، يعني خيزو هو الجزر. درت ليه قزبر معدنوس. غادي ندير شويه الزيت البلديه وشويه الحامض معصر، شويه ديال التحميره وفلفله حلوه والكمون، شويه الزيت البلديه. وغادي نشحرو هكا. كيجي هكا جزر محمض. الرجله ها هي درتها في الطاوه اولا كسرونه اللي بغيتو. غادي ندير ليها حتى هي مطيشه محكوكه، الزيت البلديه، الفلفله حلوه، الكمون. بغيتو ديروا فيها شويه د الهريسه اولا شويه د الحار. درت لها انا هنايا الفلفله حلوه والكمون، وواحد شويه د البزار وشويه د الملحه. قلت لكم ما ديروش الملحه كثيره لان هي كتملح دغيا، كتبان فيها الملحه. هنا مطيشه محكوكه. وفي الاخير الا بغيتو ديروا فيها هكا الزيتون، الزيتون هكا احمر ولا خضر. هي غادي نديرو هنا الزيتون درتو في الرجله. درت انا هنا المقطع. الفلفله غادي نديرها طوليه ونقسمها على نص. تبقاو تشحروا في داك الرجله ديالكم، وانتم كتدقوها هكاك بالمغرفه ديال الخشب باش يدخلها الطياب. الفلفله غندير لها شويه ديال الحامض معصر، وما غادي ندير فيها لا زيت لا والو. اولا بغيتو ديروا فيها شويه الزيت البلديه. هنا زوقتها بالحامض. الرجله راه درت فيها الزيتون، وغادي ندير فيها شويه الحامض معصر، الحامض مصير، سمحوا لي.
كتجي بنينه ما نقولش لكم. والخبز محمض ديالي درت له غير شويه ديال الكرافس. مهم الشليضات ديالي كنتمنى يعجبوكم ان شاء الله، وكنقول لكم مع السلامه. ما تنسونيش بالدعم ديالكم ولا لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم. الله يحفظكم وينجيكم يا ربي.